اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المزيكاتي. حلقة النهاردة هنعرف فيها ازاي نحسن الصولات بتاعتنا، وهقول لكم انا بعمل ايه بالنسبة لي انا عشان اعزف سولو حلو. هنعرف في خلال حلقة النهاردة نحسن الصولات بتاعتنا في 5 نقط، وهما التمرين على السلم الموسيقي، ازاي نعرف نخرج الكوردات بتاعت الاغنية، هنعزف عشوائي وهنستخرج لازمة من العزف العشوائي اللي احنا عملناه في النقطة اللي قبل كده. ايه هي معنى كلمة اللازمة؟ هي جملة مفيدة بتبتدي بيها السولو بتاعك. العزف المتكرر في منطقة واحدة، تقعد تعزف في حتة واحدة كتير 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 لحد ما تلاقي نفسك انا كده مبسوط وخرجت كل اللي عندي. وبرضو في خلال الحلقة هنقدر نعرف ازاي نستخدم برنامج الكيوبيز في ان احنا نقدر نطلع حاجة حلوة من اللي احنا سجلناه في كذا مرة، اللايرز اللي احنا عملناها ديت. هنعرف مع بعض ال5 نقط ديت انا بعملهم ازاي بس بعد الفاصل الموسيقي. الخطوة رقم 1 علشان نجيب الكوردات والسكيل، في حاجة قوية جدا في الكيوبيز هي اسمها كورد تراك. باخد التراك نفسه بعمله دراج اند دروب على الكورد تراك وبيطلع لي بنسبة 99 الكوردات مظبوط. في ماينر بلو سكيل، وبقعد اتمرن على الفريت كلها زي ما انتم شايفين كده من اول النك لحد اخر النك. ويجي بعد كده الخطوة الثالثة، وهي اني بقعد اعزف وبكرر كذا مرة. كان حظي حلو جدا في التراك ده ان انا سجلت 3 مرات بس وحسيت ان الدنيا تمام. نيجي للنقطة اللي بعد كده، وهي اني ازاي بستخدم اللايرز زي ما انتم شايفين كده على الشمال في ان انا اطلع احسن تيك من اللي انا سجلتهم دول. اول حاجة بعملها اول ما بعمل اللايرز بقعد اظبطهم، يعني بخليهم على البدايات بالظبط كلهم، وبعد كده بقعد اسمع لاير وبعمل هايلايت على الحاجات اللي انا ببقى شايفها ان دي صوتها حلو مظبوطة وملعوبة حلوة، بعملها هايلايت بالاخضر زي ما انتم شايفين. الخطوة اللي بعد كده اني بظبط الليفلز وبظبط الحاجات الزيادات اللي متسجلة، وبعمل زي فيد ان وفيد اوت عشان برضو الدنيا تبقى طالعة مظبوطة، وبكده اكون خلصت معظم الافكار بتاعتي. وفي نهاية الحلقة اتمنى تكون ان انت اتبسطت وقدرت تعرف انا بعمل ايه علشان اطلع بسولو حلو، واتمنى تكون ان انت استفدت برضه. هعرفك دلوقتي شوية نصايح مهمة دي تعملها بالتكرار. اول حاجة هي التمرين المستمر، ان انت تتمرن كتير جدا على قد ما تقدر، اما تيجي تعزف سولو تلاقي صوابعك ماشية وجاهزة، مش بتحاول تعمل حاجة وايدك مش قادرة توصل للنقطة دي. النقطة التانية وهي لما تيجي تستخرج اللازمة حاول تعمل حاجة كاتشي بمعنى ان انت حاجة لما حد يسمعها يقدر يميز الحتة دي بتاعتك. النقطة الثالثة وهي ازاي ان انت تستخدم النغمات المناسبة للكوردز اللي موجودة في الاغنية، يعني بتبقى علاقة النغمات اللي انت بتستخدمها مع الكوردات بتاعت الاغنية. النقطة الرابعة والاخيرة وهي اعزف لناس معروفين او سولوهات معروفة. اول حاجة ده يعتبر ان انت بتحسن ادائك، تاني حاجة بتاخد جمل من السولو وتقدر بعد كده تستخدمها في السولو بتاعك. 3 2 1 Action.